طبعا هنا من طريق تبع الساحل العريضة، يمكن طريق العريضة. ايوه. ما احنا ماشيين، ما جانا حاس ماشيين على هالسراج وحاس على السربيس من لف ويطلع الجسر. الجسر تبع التحويل. لا مو التحويل يا اخي، هي مو تحويل. جسر قطبة ما اعرف شو اسمه يسمونها اهل الجسر. قطينة. يعني جسر ذهب بس. مين سايق ومين مشايق؟ السايق من عندكم من هنا عبد الرؤوف مربي شوارب اسمراني. بالضبط. احنا طالعين لفينا مشينا 50 متر بالجسر، ما شوف ضرب النار مباشرة. ما أنا ما شفت غير ضرب النار، وبلش في نص ساعة فرض ضربة على ضرب زناد، ضرب نار كسح. منين الضرب يجيكم؟ من قدام، نقطة من قدام بس. ضرب الوجه الصبح على السيارة. نصيح يا الله عمال هني من يسمعنا الصوت يضربون، من واحد يرفع راسه يضربونه. مفهوم هذا الضرب النظامي. لحتى طلع الضوء مضبوط. هاي 2.5 ساعة تحت الضرب، من الساعة 4 لطلع الضوء، ما أعرف إيش قد يعني حسبناها. بعد ما طلع الضوء، ما طلع الضوء شوية إنه جمع علينا، بعد ما طلع الضوء مضبوط لحد جت سيارة الإسعاف مصفحة. بعيدين كانوا يضربوكم من بعيد ولا؟ لا قريبة الضرب. شايفينهم؟ ضرب شغل ب 15 متر من قدام. يضربوكم فين هم؟ يضربوكم؟ أنا عم يضربونا، إحنا جانا الجيش الصبح، يعني جيش هم عم يضربونا. عم يضربونكم جيش ولا؟ أنتم شايفينهم عم يقوسون؟ جيش. أنت وين كان محلك بالسربيس؟ كان محلي بالصدر. من ورا. على الزاوية على اليسار، ورا الشوفير مباشرة بس من ورا. أيوة. بس أيوة على الصدر، على الزاوية. يعني من هين بيراكب ومن هين راكب؟ من هين أنا راكب، من هين واحد قاعد جنبي، إحنا 4 قاعدين. أيوة. عرفت شلون؟ كمل. إيه ما وقف الضرب لحد طلع الضوء مضبوط. جت سيارة الجيش مصفحة، هي مكتوب عليها الهلال الأحمر ما أعرف شو، نزلوا سحبين مسلاح علينا. جه الجيش من قدام كمان سحب سلاح علينا. عرفت شلون؟ إنه لولا عصابة ليش؟ لولا جيش الدفاع كان ما سحب علينا سلاح أول بالأول، يعني إنه جمع هددونا. دخيلكم نحن عمال سنين الله يساعد الدنيا، يعني تفاجأوا من شافونا إحنا طيبين كمان. لاحظت على وجوههم إنه تفاجأوا من شافونا طيبين. هم يعرفون إنه انتهى الأمر كله، جماعة السربيس انتهت خالص. أيوة هيك صار. جمع شلم الجرحى، جمع يعني العساكر نزلوا. معلش جاي بالحسي. شلم الجرحى، شاف طلع عن العسكر عشان قال التمارين يشيل معنا. شلنا معاهم، طلع عن 3 جرحى مع 4. طيبين وميتين؟ طيبين. أنا بحط جنبي قاعد على بعد الصدر على الزاوية على اليمين، عم يتوجع من اجره بس. حتى علقت اجره سحب العسكري مل شباك، توجعت اجره فكيت اجره وراح حطه بالهاية. وعندنا ابن عمي الثاني كمان ما كان مجروح كمان، يشكي انه عم ينزف ومقوس بجريه. عرفت شلون؟ راح من الشباب، انا شنو الله قال لي ظل عند الشباب عند الميتين. بزار راح عندي شباب صاحيين عندهم، روحوا خلي يروحون وياهم، وانا ظليت وين عند الميتين. بعدين بعد شوي وهي جايه سياره غاطره محمد عساكر. لا قبل ما هي سالنا العسكري سالناه، قلنا له ليش سويتم بنهيج؟ قال انا اشترت يا شباب الحد كله على السرفيس. قال انا اشترت السرفيس قال ما وقف. ايوه سامت على السرفيس؟ ها؟ لا ماشي طلع يعني من قوتهم العسكري قال لك انتم ما وقفتم؟ قال انت ما وقفتم، يعني مبين انه هو الضارب. ايوه قال بالكلام المفصل قال انت ما وقفتم، الحد كله على شفيركم، القضيه برقب شفيركم ما وقف. طيب قوستونا مو ساعتين وشيء ضرب النار، كنا تشوفون حد مقوسين عليه. حرس جمهوري ولا عادي؟ مكتوب عليه حرس يعني في غير حرس الجمهوري شيء مو معروف. ما جيش جيش بدون. لا هاي ما لها. رقم اول شنو هو رقم اول؟ خيره؟ خلص. نعم. كنت على المشفى. ضلينا هناك، الشباب راحوا على المشفى، انا ضليت هناك. الطيبين وينهم؟ الطيبين من الطيبين راحوا ويا الجرحى. ضلينا احنا 2 طيبين. ضلينا عند الميتين، قلنا بس يعني انه فكرنا الجيش زاد يساعدنا انه مشان الشيء هذا. قام الجيش طردنا الجيش. قال ارفعوا ايديكم والله معكم. ايوه حتى برغيب قبل ما قلت لكم برغيب ترك بالغطر استفل عليه. يعني شو مسوي يا الله العالم ميت، قرايبين ميتين وعم اضيع وابكي.
اتصل عليه من نزل وجه قال قتلك حيوان خير ما وصل هذا علوي الله وكيلك هذا الجرى علوي يعني حتى لا جتهم. انت لما لزقت بالسيرفيس وتميت عن الميشين بحواليك مدريش بدبابات بكذا بدبابات تحت تبع شيخ جد بعد الحادث تبع وين الجسر الطرحي؟ ايه تحت الجسر نزلت من جبل ولا من شمال؟ ايوه عدد فوق الجسر احنا فوق الجسر ما نزل لا طالعين الساعة ما كملنا طلعتنا كذا. ايوه حد فتش الشباب بجيابهم كذا خدم الممشي طب دون احنا خدم حد من الممشية؟ لا ما خذ وقت شد ما خذ مشي فتشوا بجيابهم كذا شيء لا بس دي واحد اخوه قلت له جيب جزدانه صار 4 اشهر هذاك الزلمه توفى جيب قلت له جيب جزدانه بيعمل مصاري جاب جزدانه العسكر هذا قال اعطيني هويته واخذ الجزدان ما خذ مصاري خذ الهويه بس الهوية بس الهويه ايوه قال له صح هذا قال شو نعمل فيه فك بعد شوي قال له خليه يرفع يديهم خليه يروحون ركض على المدنيه رفع يديهم ورحنا على المدنيه يعني ما جهة الرفعة ولا يرفع لا مثل ما عم ظن يقولون السوري عم يقولون انه اطلاق النار عليه عم يقولون بياب الرافع جاي فتح الباب يا عم جت الاسعاف فتحت الباب الاسعاف رفعة مدنية ما برفع المدنية ما جت 90 كيلو هي الأحمر هي منظمة يعني عالمية هل تربية أرضيته صحيح تربية أرضيته كلية محرقة مظبوط الكلام ولا لا؟ طلع على التلفزيون حرق شو؟ الوكالة كلية محرقة محروق لا ما في نار ما اشتغلت نار ما اشتغلت نار ما بنحرقه هذا من الطلقات الروسية عادية لطلقات أنا ما أسمع غير تغيير المخازن يا قاري الأنواع إطلاق النار عليكم رشاش ألا بارودة على في تغيير مخازن في تغيير مخازن كل شوي بارودة يعني أنا غادي ضربة مع التربية برمو؟ لا بس ضربة من قدام كان بيدبر قدام طيب ليش بيضرب من طوارفه؟ لا ما يطلع بالضبط لحط الرصاص من بقلب الهاي ضرب هو مليان رصاص هذا التربية هم بشير أشياء هم كلهم عمولا كثر من نص ساعة فرد ضربة كاسين عزلات ضرب علينا الساعة قد وكل شوي بعدين صار كنا نسمع حاجة يعطون ضرب بالضبط كل شوي يعطون ضرب كما أخطأت من شغلة الكلام احنا وطينا ما نسمع الصوت يعني حسوني تعمل طيبين دي موضوع ايه يقوسون كل ما يسمع الصوت يقوسون كل ما يشوف حدا يقوسون ايوه يصير كثار هم انت شلون تقعد بالتربية تحت منطقة خلي يجاوب كثار اللي عشان يقوسونكم هيو اللي عم يقوسونكم كثار لا مو كثار ايوه يعني بس على صوت الرصاص والله كانه حرب جيش هو كله جيش من اتجاه في مدنية حواليكم كانوا لا ما جا ولا مدني دول الإرهابية كان ربع ساعة وانهزموا ساعتين ونص بدنا يضربون هذا مدني خالص كله جيش والصبح شايفين دبابة يعني انت تتأكد انه اللي قتلكم هو الجيش يعني انه ما قدر يجي صوت الدبابة قدامنا خلاص طفت الدبابة يعني قد اليوم بشار يا عم الدبابة طفت ما طفت الدبابة جت هذيك الإسعاف اذكر اليوم 10/5/2011 افصل